بنور الأمل وروح التحدي. بإرادة واعية وإيمان راسخ. نمشي طريق الألف ميل ونطوي دروب المستحيل في نادي الأمل. أصدقاء نادي الأمل، بكل الحب والأمل والتفاؤل في غد أفضل إن شاء الله، نسعد بكم في ناديكم نادي الأمل، فأهلا بكم. أصدقائي أهلا بكم، وهذا اللقاء المتجدد من البرنامج. نسعد اليوم أصدقائي بضيافة الدكتور شادي نصيف، المدرس بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان. برحب بحضرتك معانا دكتور شادي في برنامجنا نادي الأمل، وفي ليلة من ليالي رمضان، وأهلا بيك معانا. اهلا بك يا استاذه دينا، وانا برحب ببرنامج نادي الامل، وبقول لكل حبايبنا المصريين رمضان كريم. الله أكرم، كل سنة وكل المصريين طيبين وبخير وصحة وسعادة. دكتور شادي، حضرتك طبعا حاليا أستاذ بكلية التربية الموسيقية، ده جانب أكاديمي، ولكن هو ليس فقط جانب أكاديمي، وإنما موهبة بذورها بدأت مبكرة. قبل ما نتكلم عن رحلة الموهبة والموسيقى والموهبة الموسيقية، أنا عايزة حضرتك طبعا بما إنك فنان وموسيقي وموهوب، هنبدأ بداية غير تقليدية. احنا دايما مستمعين بيعرفوا نفسهم بالكلام عادي، أنا كذا وبشتغل كذا، يعني عارف اللي هو تعريف تقليدي. أنا بقى عايزة تعريف غير تقليدي لمستمعينا بالدكتور شادي نصيف. هبتدي بتعريف غير تقليدي لكل مستمعينا الغاليين، وهدية مني لإذاعة القاهرة الكبرى، وخاصة لأستاذة دينا. أشكرك. وحوية وحوي إياحة، وكمان وحوي إياحة، رحت يا شعبان إياحة، وحوينا درجة يا رمضان. وحوية وحوي إياحة، قال لي هلالك والبدر اهو بان، يا الله الغفار شهر مبارك وبقاله زمان. يا الله الغفار شهر مبارك وبقاله زمان، محلى نارك بالخير مليان. وحوية وحوي إياحة، وكمان وحوي إياحة، جيت بجمالك سقفوا يا عيال، سقفوا يا عيال. يا الله الغفار محلى صيامك في صحة وعال، في صحة وعال. يا الله الغفار محلى صيامك في صحة وعال، نفدي جمالك بالروح والمال. وحوية وحوي إياحة، رحت يا شعبان إياحة، وحوينا درجة يا رمضان. وحوية وحوي إياحة، هاتي فانوسك يا اختي يا احسان، يا اختي يا احسان. يا الله الغفار يا ننوسك في ليالي رمضان، في ليالي رمضان. يا الله الغفار يا ننوسك في ليالي رمضان، ماما تبوسك وباباكي كمان. وحوية وحوي إياحة، رحت يا شعبان إياحة، وحوينا
الدار جيت يا رمضان وحاوية وحاوي الله الله، حقيقي يا دكتور شادي، بجد انا وكل مستمعينا، مستمعي القاهرة الكبرى، مش بس مستمعي نادي الأمل، يعني حقيقي بنشكرك وسعداء جدا بهذه الهدية، وهدية مقبولة وجميلة بشكرك عليها، وبداية جميلة لحلقتنا. دكتور شادي بقى نرجع لورا شوية ونقول الموهبة. واضح انه فكرة هنا كونك استاذ في كلية تربية موسيقية ده مش لمجرد انه دراسة وعلم وجانب أكاديمي، هي موهبة موجودة من البداية. حضرتك كفيف منذ الميلاد. مظبوط. تمام. طيب التحقت طبعا بمدارس النور للمكفوفين، كيف نشأت الموهبة، أو إزاي عرفت إنك موهوب موسيقيا وعملت إيه، أو طبعا الأسرة عملت إيه لأنك كنت في مرحلة الطفولة ساعتها؟ أنا عايز أقول لك إن الموهبة نشأت بطريقة غريبة جدا في عمر أقل من سنة. تمام. يعني الأسرة بتحكي، أبويا وأمي بيحكوا لما كانوا يشغلوا موسيقى وأنا عندي أقل من سنة كنت أسكت وما أصدرش أي حركة ولا أي صوت عشان تسمع لحد ما الموسيقى تخلص. أو لحد ما الصوت اللي شغال اللي شدني ده يخلص، مفيش أي نفس بتحرك فيك. هي الموسيقى بتحرك فيك شيء معين جواك، بتحرك فيا، ويبصوا يلاقوا إن أنا إيه عملت حركات معينة بجسمي، وداني اتفردت، تفاعلت مع الموسيقى. ده وانت عمرك سنة قعدت فوق، يعني موهبة فطرية اقل من سنة. والغريبة انه الموهبة كانت موهبتين، مش بس موهبة الموسيقى، لكن كمان موهبة الموسيقى والتسجيلات. ده لما كبرت شوية بقى بدأت تحس انك انت يعني متفاعل مع الموضوع بكل جوانبه، حتى التسجيل والمونتاج زي ما بنقول، وتركب وكده. ده يعني ما استنيتش لحد ما اكبر. ده ما تمام. استنيتش لحد ما اكبر، ده موضوع التسجيل ابتدى وانا عندي سنة. طب احكي لي ازاي لما اتعلمت المشي. امي بتحكي ان كنت امشي رايح ناحية الكاسيت، فانا عارف شكل الشرايط، ودي كانت غريبة. الكاسيت ده عشان نعرف برضو مستمعينا الاصغر، ده جهاز تسجيل كان بيتم التسجيل. تمام. او ناحية البيك اب، الفونوغراف. بالظبط، الاسطوانات. وعارف شكل الاسطوانات وعارف شكل الشرايط، فاروح حاطط لنفسي شريط معين انا بحبه وعارف شكله، سمعتهم مشغلينه وشغلته لنفسي وقعدت اسمع. انت عارف الشرايط بالشكل. وانا لسه ما اتكلمتش، حتى يمكن ما كنتش اتعلمت اتكلم. موهبة اصيلة. يعني اتولدت معايا. ايوه. ويمكن قبل ما اتولد كمان. تمام. كان في حد في الاسرة يعني ليه هذه الميول او المواهب الفنية؟ كانوا كلهم الحقيقة. والله ما هو فعلا امي تتمتع بصوت جميل. تمام. وتتمتع بخفة دم، لدرجة انه هي بتحكي انه لما كانت حامل فيا كانت بتحضر كل برامج الدكتورة رتيبة الحفني للموسيقى العربية كل خميس. يعني دي ميول أسرية أساسا. يعني لما كبرت وابتديت أدرك، لاحظت إنها لما بتقف تعمل الأكل ممكن تغني تقول على خده يا ناس 100 وردة. تغني تقول يا ما انت وحشني وروحي فيك دور للموسيقار محمد عثمان، غنانا الجميل ده بتاع زمان. أيوة. تطورت الموهبة ازاي بقى لما دخلت المدرسة؟ ايه اللي حصل؟ تطورت الموهبة ان لما دخلت المدرسة اتعرفت على جندي مجهول، مدرسة موسيقى رائعة، 2 مدرسات موسيقى كانوا بالنسبة لي جنود مجهولين. هو ده المعلم اللي هو بيكتشف الموهبة في تلميذه ويقدر ينميها بقى. امهات عظيمات ربنا بعتهم لي. جدير بالذكر ان انا اقول لك ان انا ما كنتش مبسوط في مدارس المكفوفين، لان كان تيارات ثقافيه بعيده يمكن شويه عن الفن، جايين من جهات مش متحضره، جايين من اتجاهات ظلاميه شويه. ما انسجمتش. المشرفين والعمال والاداريين كمان. يعني حضرتك بتفضل الفكرة المطروحة حاليا اللي هي الدمج، دمج المكفوفين في المدارس العادية. كانوا بيبقوا جايين من بيئات تحس انه جاي من كوكب تاني. بعض اولياء امور زمايلنا كانوا بيعملوا كده او كانوا بيتصرفوا كده مع المدرسين. دي سلبيات. يا جماعة دول اشخاص عاديين. المدرسات الامهات الفضليات مدرسات الموسيقى كانوا يعملوا ايه؟ لما بيلاقوني مش مبسوط كانوا يحرصوا انهم ياخدوني بعيد عن هذا الجو، فكنت استمتع بالدراسة معاهم واستمتع بيهم هم شخصيا. ايوه. لانهم كانوا اصحاب قلوب حنية وكانوا امهات بطبعهم، فيرفضوا ان حد يضايقني، يرفضوا ان حد يتكلم معايا في موضوع انا مش عايز اتكلم فيه. يرفضوا ان حد
يفرض عليا نوع معين من الافكار الظلاميه اللي كانت منتشره في اوساط المكفوفين في الوقت ده. يعني كان بيضايقك انك تحس ان الفن شيء مرفوض عند بعض الفئات او بعض الثقافات زي ما بنقول، انت بتعتبر الفن بالنسبه لك هو الحياه، ده بدأ معاك منذ الميلاد. يا ريت كانوا بيرفضوا الفن ده، كانوا بيرفضوا الاشخاص نفسهم أيوة. اللي بيعلمونا فن. وبعض الاداريين وبعض المدرسين المكفوفين كانوا بيكتبوا شكاوي كيديه في بعض المدرسات المكفوفين الامهات، في بعض المدرسات الامهات اللي كانوا بيعلمونا وبيزرعوا فينا المحبه، بيحرصوا على انه يبقى الموهبه، هو شايفه فيك موهبه متميزه، تخسر ان هذه الموهبه لا تنمى، لدرجه انها كانت بتوصل انه كانت بيتكتب شكاوي كيديه في بعض الامهات الفضليات اللي كانوا بيعاملونا كويس. أيوة. لمجرد انهم بيعاملونا كويس. تمام. تمام. طيب يعني ولكن رغم ذلك ظلت الموهبه موجوده، ده كبرت وكبرت ونمت، والدليل على كده احنا معانا الدكتور شادي نصيف، المدرس بكليه التربيه الموسيقيه جامعه حلوان. يعني قدرت تاخد المكان الذي يليق بيك، صممت. أيوة. بس انا بقى عايزه دي رسائل اللي بنوجهها لكل اصدقائنا، لان كل واحد فينا هيواجه تحديات ومتاعب ان اختلفت، ولكن هي في النهايه تحديات ومتاعب. الوصول للهدف او تحقيق الحلم مش مفروش بالورود زي ما بنقول، ده بالنسبه لاي شخص مش الشخص الكفيف بس. فلازم نتعلم ان احنا هنواجه تحديات، هنواجه مشاكل، ولكن دي لا يجب ان تثنينا عن ان احنا نصمم على التمسك بحلمنا. انا عايزك بقى تقولي من خلال تجربتك كيف تمسكت بحلمك وازاي قدرت تحقق هدفك. فترة الثمانينات يا أستاذة دينا كانت فترة زخم فني كبير جدا. أنا عايز أقول لك إن إحنا جيل الثمانينات اللي سنة 83 ابتدت الدولة تهتم بتقديم الفنان عمار الشريعي في هذه الفترة بتقديم فن للأطفال. أيوة. يعني في سنة 83 صح زي ما حضرتك بتقول فعلا، وخصوصا بالأطفال بدايات احتفال بعيد الطفولة كان في سنة ميلادي أنا. أيوة. سنة 83 جميل. وفي سنة 83 الفنان الراحل السيد راضي أيوة. قام بتأسيس مسرح الطفل. وفي سنة 83 ابتدت أول احتفالية أعياد طفولة، فبصينا لقينا موسيقارنا الكبير عمار الشريعي عمل في الوقت ده أجمل أوبريت لأعياد الطفولة، وهو أوبريت ألوان. أنا مالي إلا مالي غير مالي غير مالي غير اللون الأخضر أدم الخير، اللون الأخضر أدم الخير. أنا مالي إلا مالي غير مالي غير مالي غير اللون الأخضر أدم الخير، اللون الأخضر أدم الخير، اللون الأخضر. أنا جيت فلاحة مالي غير أمحي القماحة مالي غير، أنا جيت فلاحة مالي غير أمحي القماحة مالي غير، جيت من ناحيالي مالي غير الزرع النادي مالي غير، جيت من الجهة دي مالي غير الزرع هدية مالي غير، هدى أخضر ضفر سنبلته وأنا لما قابلته قابلت الخير، أنا لما قابلته قابلت الخير، اللون الأخضر أدم الخير، اللون الأخضر أدم الخير، اللون الأخضر. احنا جيل الثمانينات، احنا جيل اللي كان بيستنى بيفتح التلفزيون وهو لسه بيوش. أيوة. عشان ما يفوتش حاجة من برنامج صباح الخير بقلص وماما نجوى. أيوة صح. او تسالي كل سبت تسالي ماما فاطمة وكرومبا. وبوجه من إذاعة القاهرة الكبرى كل التحية للإعلامية القديرة والكبيرة فاطمة سالم، زرعت فينا القيم من خلال برنامجها تسالي. وبوجه من إذاعة القاهرة الكبرى التحية للإعلامية القديرة والأم ماما نجوى إبراهيم، ربنا يديها الصحة. حقيقي فعلا انا بشكرك والله انك يعني استعدت معانا
وخصوصا ان احنا في ليله رمضانيه جميله بنستعيد ذكريات جميله يعني، وفي سنوات جميله حقيقي. وزي ما بتقول هم يمكن انت كنت محظوظ لانه جيلك في بدايه رمضان في الثمانينات يا استاذه دينا كان حكايه بالنسبه لنا كاطفال. احنا كنا بنستنى رمضان عشان كان في بيبقى زخم في برامج الاطفال غير عادي. غير اي ميعاد في السنه. كنا بنستنى رمضان، بنلاقي ايه في رمضان؟ بنلاقي عمو فؤاد. ايوه بالظبط. بنلاقي كل سنه موضوع مختلف، بدايه من سنه 82 صحيح بنلاقي موضوع مختلف، وكلها حاجات هادفه بتبني الطفل، بتبني عقليه الطفل. سوى من 86 و87 ما كانش عمو فؤاد. 87 و88 كان جده عبده زارع ارضه سنه 87، وجده عبده راح مكتبته 88. حضرتك حافظ يعني، ده انت بتؤرخ يعني أنا لبرامج الاطفال في الاعلام المصري. دي حاجه جميله يعني. ومن سنه 84 لسنه 89 لقينا بدايات ظهور بوجي وطمطم اللي تطور. كان في البدايه اسمه توته وسمسم. ايوه. لكن بدايه من سنه 83 تطور لما استلموه يونس شلبي وهالة فاخر، ومخرج العرايس القدير الراحل محمود رحمي. انا على فكره دكتور شادي يعني ده جميل انه بيؤكد قد ايه كان الاعلام المصري تلفزيون واذاعه يقدم محتوى يعني كان ليه بصمه وتاثير على عقول اطفالنا في هذا الوقت. كان بيبني شخصيه الطفل، كان محتوى هادف فعلا يبني شخصيه الطفل. والدليل على ذلك انه ما زال محفور في ذاكرتك يعني بعد مرور كل هذه السنوات، سنوات طويله جدا يعني تزيد عن 30 سنه، وما زال هذا المحتوى وهذه الذكريات وكل ما قدم محفور في ذاكرتك. محفور في ذاكرتي. وتعالي بينا يا استاذه دينا نسمع تتر من تترات برامج الاطفال في سنه 89. يمكن انا ذاكرتي حاضره عن اي حد، يمكن لان انا الموضوع مرتبط معايا نفسيا وعاطفيا بالبرامج دي. طيب. فانا حافظ البرامج دي زي ما يكون امبارح. تعالي بينا نسمع. هنقف وقفه وفاصل موسيقي مع عزف الدكتور شادي. نسمع تتر برنامج زهرة من بستان. اتفضل. زهرة من بستان كان من تأليف الكاتب الكبير والسيناريست شنودة جرجس. ايوه. ومن تلحين الموسيقار محمد هلال، وغناء أطفال كورال التلفزيون في ذلك الوقت. تمام. كان مسلسل للأطفال، مش اللي هو ظهور، وكانت بتقدمه الطفلة في الوقت ده لقاء سويدان. وكان سنة 89. وبينا نسمع. الدنيا دي جينا مع الصبح النادي، مع طير الحب الشادي. ويا هادي هادي يا هادي احنا ربيع الدنيا دي. جينا مع الصبح النادي، مع طير الحب الشادي. يا اصحابنا في كل مكان هتقابلونا بالاحضان، وناخدكم معانا البستان، ماما فلانة او بابا فلان. ويا هادي يا هادي يا هادي احنا ربيع الدنيا دي. ويا هادي يا هادي يا هادي احنا ربيع الدنيا دي. ادي الزهر اشكال والوان، ياسمين فل فليا ريحان، نسرين وشقايق نعمان، اوركيد ودافونسي سرحان، ورد احمر فوق الاغصان، زنبق نرجس بص تمام. وادي اجمل زهرة في بستان استاذنا فلان. ويا هادي هادي يا هادي احنا ربيع الدنيا دي. جينا مع الصبح النادي، مع طير الحب الشادي. يا اصحابنا في كل مكان هتقابلونا بالاحضان، وناخد
خدكم معانا البستان، ماما فلانة او بابا فلان، ويا هادي يا هادي يا هادي احنا ربيع الدنيا دي، ويا هادي يا هادي يا هادي احنا ربيع الدنيا دي. الله الله، والله يا دكتور شادي انا حقيقي بجد انا مستمتعه كمستمعه بهذه الحلقه، يعني بنقف فيها عند وقفات فنيه جميله، وعزفك وغنائك وادائك كله رائع مش مجامله حقيقي، وانا متاكده ان كل مستمعينا بيأيدوني في ده، فن ما فيهوش مجامله زي ما بيقولوا طبعا. جدير بالذكر ان انا اوجه التحيه للفنانه القديره مديحه حمدي، اللي انا بعتبرها ام روحيه ليا، اللي هي شاركت ببطوله عدد كبير من الحلقات في مسلسل زهرة من بستان سنة 89. اذكر من بينهم قصة حكمتك يا رب اللي حكاها المخرج صلاح ابو سيف في الحلقة الثانية من البرنامج. تمام. وقصة حدث في اليابان اللي حكتها الفنانة القديرة كريمة مختار. طب انا عايزة اقف هنا بقى عند يعني محطات او نقاط معينة في مشوارك ورحلة الموهبة الموسيقية، حاجات انت تحب تقولها لنا انت في تطور موهبتك، ازاي التحقت بكلية تربية موسيقية، كيف تخرجت استاذا في كلية التربية الموسيقية، يعني نعرف مستمعينا رحلة الموهبة كيف كانت وكيف تحقق النجاح. لما ابتديت احس بالموهبة وانا عندي 3 سنين طلبت من ابويا عود. 3 سنين طلبت عود؟ وفعلا جاب لي. هو العود اللي معانا ده دلوقتي ولا طبعا اتغير؟ طبعا لا. طبعا لا، ده كان لعبة اطفال عبارة عن انها شكل الآلة وما بتتظبطش سلم. البداية مناسبة. لكن اول عود حقيقي جالي وانا عندي 7 سنين، وابتديت اعزف عود من وانا عندي يمكن 4 سنين. يعني الاول جه وانا وقبل ما ادخل اطفال 3 سنين بدات تعزف عود عزف حقيقي، عزف صح زي ما بنقول من 4 سنين. ايوه مظبوط. امتلكت آلة العود بقى في سن 7 سنين. امتلكت آلة العود في سن 7 سنين. كنت قبل ما امتلك آلة العود كنت بشوفه عند ناس وبحاول ان انا امسك الآلة واطلع نغمات عليها. مين اللي بيعلمك؟ يعني انت كنت بتتعلم ذاتي ولا كان ايه اللي بيحصل بالظبط؟ كنت اتعرفت في الفترة دي على مدرستي للموسيقى. اللي حضرتك اشرت في المدرسة. وفي الفترة دي انا كنت لسه ما التحقتش بالدراسة. فاللي انا عايز اقوله لك انه وانا قبل ما ادخل الدراسة انا صممت انه مش هدرس. يجوا قرايبنا يسالوني عايز تدخل كلية ايه يا شادي، عايز تطلع ايه يا شادي؟ موسيقار. انت الموسيقى هي بالنسبه لك. وفي الاول كانوا يسالوني وانا عندي 3 و4 سنين عايز تطلع ايه يا شادي؟ مزيكاتي. باللفظ كده. تمام. مزيكاتي. طب ما تطلع مهندس زي بابا؟ لا. مزيكاتي. الموهبه طاغيه بالنسبه لك. كان في فتره من الفترات بيزورني عمي. ايوه. عمي ده صديق ليا وشخص انا بوجه له التحيه، فقال لي بص بدل ما تقول مزيكاتي قول انا عايز اطلع دكتور في الموسيقى. انت مش بتحب رتيبة الحفني؟ ما هي دكتورة في الموسيقى. شوف المدخل قد ايه. قول انا عايز اطلع زي عمار الشريعي. ايوه، فنان دارس واعي. فهو الراجل كان يحب الفن. وكان دايما لما يجي يزورنا ما يزورناش الا وفي ايده شريط كاسيت جديد لحد من المرنمين في الوقت ده، كبار المرنمين. ايوه. الخدام كانوا بيعملوا اجمل شرايط كاسيت اتربينا عليها واحنا اطفال. تمام. وبوجه التحيه من اذاعه القاهره الكبرى للمهندس ناصف صبحي اللي كانت شرايطه في فتره الثمانينات لترانيم الاطفال وترانيم مدارس الاحد. أيوة. هي بدايه تعلمنا للموسيقى وبدايه ارتباطنا بالموسيقى. يعني هنا شيء جميل كمان انه جه توجيه من الاسره وتحديدا من عمك زي ما قلت انه مدخلك الى الموسيقى هو العلم والدراسه، يعني ليست فقط الموهبة الفطرية وإنما الموهبة الفطرية دي يتم دعمها بالعلم والدراسة. أكملت دراستك في مدارس النور ثم التحقت بكلية التربية الموسيقية تحقيق الحلم. عايز أقول لك إنه من وأنا عندي 7 و8 سنين لما كنت في المدرسة في بداية دخولي للمدرسة كانت بتقوم خناقات بيني وبين بعض المدرسين عايزين يثنوني عن دخول الموسيقى، وانا كنت صممت في الوقت ده وخدت القرار اني مش هدرس الا الموسيقى. طبعا كنت بتعرض لتنمر اخواتنا الاعزاء الحلوين الجمال مدرسين الموسيقى مش مدرسين الموسيقى، مدرسين المكفوفين والاداريين المكفوفين اللي موجودين في المكان في الوقت ده.
طب انا عايزه اسالك بقى، يعني شاركت بقى في احتفالات، حفلات، مسابقات في هذه الفتره ده للمشاركة؟ كنت انا العازف الوحيد في المدرسه في الوقت ده. تمام. بعزف عود وبعزف اورج وبعزف اكورديون لدرجه لمده اكتر من 4-5 سنين. المدرسه مركز اول على الجمهوريه. على الجمهوريه. والغريبه اوركسترا المدرسه كانت عباره عن واحد بس، اللي هو بيعزف اورج وعود وايه تاني؟ واكورديون. ازاي بعمل كده؟ انه الالات تكون موجوده في المسرح واقدم فقرات متنوعه في الحفل ويكون ضيوف موجودين ومعايا كورال بيغني. اتعلمت بقى ده من خلال مدرسين الموسيقى في المدرسه، يعني اتعلمت على هذه الالات من خلال مدرسي الموسيقى في المدرسه طبعا. وبتوجه بخالص التحيه والاعزاز والشكر لاستاذتي الاستاذه اميره، وهي نشكر ربنا لسه موجوده ولسه صديقه ولسه انا على اتصال بيها بالتاكيد. قبل ما ننتقل بقى لكلية التربية الموسيقية وكيف تخرجت معيد في الكلية وحاليا أصبحت مدرس بكلية التربية الموسيقية، يعني قبل ما ننتقل إلى هذه النقطة نقف وقفة فنية موسيقية. هتقدم لنا إيه دكتور؟ هقدم موشح من تراث الموسيقار الخالد سيد درويش. كلماته بتقول: يا غزالا ماس عجبا بالقوام السمهري، يا ليل يا ليل يا ليل. جميل انك مرتبط بهذا الفن، يعني القديم، يعني هو مش القديم قديم زمنا ولكنه فن عظيم وراقي وباقي في قلوبنا ووجداننا جميعا. حلو قوي ان جيلك يحيي هذا الفن. بعون الله نحيي هذا الفن ونعيده للحياة، وكمان مش بس نعيده للحياة لكن نحيي تسجيلاته وننقيها ونخليها في أبهى صورة بصوت ملحنها شخصيا او المطرب اللي اداها شخصيا. ده جانب من جوانب موهبتك هنتكلم فيه بعد ما نسمع مع حضرتك دلوقتي. تمام، وبينا نسمع. لا
لا يا لي يا لا لا يا لا لا يا لي يا لا يا لا يا لا لا يا لي يا عين من لمات السكري يا لي يا لي يا لي. الله الله، حقيقي سعيدة بهذه السهرة الفنية الجميلة الممتعة دكتور شادي. ونقف عند محطة أساسية في موهبتك وهي كلية التربية الموسيقية. تخصصت إيه بقى لما دخلت الكلية؟ أنا قبل ما أدخل الكلية بسنين طويلة اتعلمت إزاي أكتب النوتة وأقراها بطريقة برايل، قراية كاملة وكتابة كاملة، وأنا عندي 8 سنين. ده من خلال معهد الموسيقى ولا بشكل؟ من خلال المدرسة. المدرسة برضو من خلال المدرسات اتعلمت أقراها قراية كاملة وكتابة كاملة. كتابة وقراية النوتة الموسيقية بطريقة برايل. قراية كاملة وكتابة كاملة. دي مهمة دكتور شادي. فكرة بنسمع إنه قد يكون في موسيقيين أو ما كانش فكرة النوتة يعني ليست بالأهمية. دي مهمة إن أنت تكون قارئ للنوتة يعني. لا غير حقيقي، دي مهمة. بدليل ان كل الموسيقيين اللي اشيع انهم مش عارفين نوتة، لما قرينا تاريخهم لا طلع انهم عارفين نوتة. بما فيهم سيد درويش. الموسيقى علم وموهبة مش سيد درويش درس النوتة فين؟ درس النوتة في المعهد الإيطالي اللي كان في اسكندرية في الوقت ده. تمام. يبقى انت اتعلمت وقرأت كتابة وقراءة النوتة الموسيقية بطريقة برايل في سن مبكرة. في سن مبكرة جدا كمان. لما التحقت في بكلية التربية الموسيقية دي نفعتني ودي فادتني، لأن قدرت اكتب النوتة واقراها ووقف قدام الدكتور واجاوب بنفسي. في حين زمايلي مبصرين لسه زي ما بيقولوا بيفكوا الخط بتاع النوتة، بيفكوا النوتة، بيتعرفوا على النوتة. ما كنت في كلية تربية موسيقية كان معاك زملائك لا يعرف شيء عن النوتة الموسيقية أو كان لسه بيتعلمها يعني. ولما كنت اسألهم انتوا ليه ما اتعلمتوش النوتة الموسيقية من زمن بدري، كان يقول لي احنا في مدارسنا ما خدناش موسيقى. كانت حصة الموسيقى تتحول لحاجة تاني، مدرس الموسيقى يخش ما يشرحش. تمام. مدرس الموسيقى يخش يلعب. بالظبط. لكن احنا كانت حصة موسيقى حقيقية. فيها شرح وفيها تدريب وفيها ممارسة. جميل. اخترت بقى كتخصص، اخترت ايه؟ اخترت الموسيقى العربية. هو انت بتختار حسب نوع الموسيقى يعني غربية او عربية يعني كده، مش يعني مثلا ولا بتختار حسب العزف على آلة كذا او الغناء او العزف؟ تخصص هنا بتختاروه ازاي داخل حسب اقسام الكلية وحسب الآلة اللي انت بتحب تدرسها. طب اخترت ايه بقى دكتور؟ اخترت الموسيقى العربية واخترت آلة العود. وآلة العود ما طبعا ما واضح يعني ما تمام. جدير بالذكر ان انا اقول لك ان انا بعزف اكتر من آلة. ما احنا قلنا صح مظبوط الاورج والاكورديون، بس اقرب آلتين لنفسي هما العود وهما الاكورديون. طيب انهيت دراستك في كلية التربية الموسيقية وتخرجت معيد في الكلية. مظبوط. ده ازاي؟ لان انت معاك زملائك مثلا مبصرين ما قدروش يحققوا هذا المركز او هذا الوضع. كنت حاطط هدف قدامي من وانا طفل انه لازم مش بس ادرس موسيقى لكن اطلع حاجة في الموسيقى. ايوه. اطلع دكتور في الموسيقى. زي ما قالك بالظبط منذ سنوات وانت طفل. انت ممكن انت خليك انت بتحب الموسيقى، كون موسيقي زي ما انت عايز، ولكن كون موسيقي من المكان الذي يليق بيك يعني، وتقدر انك توصل بيه لمكانة مرموقة ومتميزة. جدير بالذكر ان عمي ده لو احكي لك عنه كان شخصية رائعة. كان لما يخش البيت عندنا لازم يكون في ايده شريط ترانيم. أيوة. لمرنم يكون بيرنم بالعود. كان بيحرص ان شريط الترانيم ده يكون بالعود. هو متذوق الفن بهذه الطريقة يعني. متذوق الفن بهذه الطريقة جدا. واجهتك صعوبات دكتور شادي يعني لما قررت بقى خلاص تكمل دراستك العليا وكمدرس بكلية التربية الموسيقية، في صعوبات معينة واجهتك وازاي تعاملت معاها؟ طبعا في صعوبات واجهتني انه ما فيش مطبوعات برايل بالشكل الكافي. فكنا بنضطر ان احنا نكتب النوت بنفسنا ونترجمها لبرايل. كان في الوقت ده بعض الاماكن المتخصصة في بيع وطباعة كتب المكفوفين طابعين عدد قليل جدا من الكتب الخاصة بالمكفوفين. أيوة. أذكر من بينهم كتاب دراسة العود اللي الموسيقار عبد المنعم عرفة والموسيقار صفر علي
كان هو ده الكتاب الوحيد الموجود في السوق بطريقة برايل للموسيقى العربية. هي اصلا الكتب المتاحة بطريقة برايل قليلة، فكمان اللي في مجال الموسيقى ستكون اقل، ودي مشكلة كبيرة طبعا يعني. دي مشكلة كبيرة، فكنا بنضطر ان احنا نكتب بنفسنا ونقعد ساعات طويلة نكتب، لدرجة انه كان بيوصل بينا الحال ان احنا نكتب كتب كاملة على الآلة الكاتبة في البيانو، او كتاب يكون جاي من بره، فنضطر ان احنا نقعد ننقله، مفيش منه غير نسخة واحدة برايل، فنضطر اسفين ان احنا نقعد وننقل وتنقله. بالظبط. قدر الامكان. ما هي دي مشكلة الطالب الكفيف الجامعي في أي تخصص، ففي الموسيقى أكتر بقى يعني في الحقيقة يعني. فكانوا بعض الدكاترة، فكانوا بعض أساتذة البيانو بيشفقوا علينا، فبيضطروا إن هم يحددوا لنا عدد معين من التمارين. أيوة. عشان أنت عارفة كتابة البرايل، كتابة البرايل بتاخد مجهود وبتاخد وقت ومجهود. فيقول لك أنت هتاخد مثلا 5 تمارين 6 تمارين كفاية من هذا الكتاب. يعني كانوا الأساتذة بيتفاعلوا معاكم، يعني بيتفاعلوا وبيتعاونوا. بوجه التحية لأستاذتي أستاذة البيانو في كلية التربية الموسيقية، الأستاذة الدكتورة إيمان محمود قدري. هتكلمني بقى عن انت خلاص حاليا تخرجت من الكلية، أصبحت معيد، بدأت تعد لدراساتك العليا، حصلت على الماجستير ثم الدكتوراه. تدريسك للطلبة بقى، تجربة التدريس للطلبة وإنك تقف تدرس في وسط الطلبة كأستاذ كفيف يقف لتدريس الموسيقى في وسط الطلبة. تجربتي للتدريس في الطلبة، احنا في الكلية بنتعلم ازاي ندرس واحنا طلبة. عارفة سنة الامتياز اللي بياخدها الطبيب؟ ايوه. احنا بناخد زيها بتتدربوا ما يسمى بالتربية العملي. التربية العملي بالنسبة لينا كموسيقيين هو سنة الامتياز بالنسبة للطبيب. الطبيب لما بياخد سنة امتياز في المستشفى، زينا احنا لما بناخد 2 امتياز في المدارس او 2 التربية العملي. بنخش الفصل وبنتعلم ازاي ندرس، بنتعلم ازاي نحضر درس، بنتعلم ازاي نحفظ نشيد. فكانت البداية واحنا طلبة، ابتديت ادرس، وابتدى الدكتورة المشرفة عليا تلاحظ ان انا حضوري كويس مع الطلبة، ابتديت اشرح كويس مع الطلبة، فكنت بقيم من خلال الدكتورة على هذا الدرس اللي انا بقدمه للطالب الكفيف. كان بيواجهك اي اعتراض من جانب الكلية؟ لان ده كانت مشكلة بتواجه بعض اصدقائنا المكفوفين في انه يلتحق بهيئة التدريس بالكلية على اعتبار انه كفيف. دي مشكلة واجهتك؟ في طبعا مشكلة انه بعض الدكاترة اللي ما عندهمش خبرة بالتعامل مع المكفوفين او ما تعاملوش مع مكفوفين بحياتهم، بيوجهوا لنا بعض التنمر. انت طب ما يا ابني ما تروح النور والامل، طب ما تخش كليه نظريه، طب ما انت عليك بايه من ده كله؟ يعني الفنان سيد مكاوي، الفنان عمار الشريعي، كل هؤلاء سفراء متهيألي بيؤكدوا او بيبرهنوا باثبات عملي انه الكفيف قادر على انه يعبر عن موهبته ايا كانت، ومنها الموسيقى. يعني احنا ده ما يعتبرش في حد ذاته يعني مثال عملي، يعني بعيدا عن الكلام والشعارات. يعني نحن نتحدث عن ملحنين كبار. مشكلتنا في شعبنا المصري يا اخت دينا التنمر والثقافه المتدينيه من بعض الناس، حتى ان كانوا وصلوا دكاتره، وحتى ان كانوا اتعلموا، او الاحكام المسبقه. يعني مش هنقول حتى التنمر، اني بحكم حكم مسبق على الشخص قبل ما اديله فرصة انه يخوض التجربة ويثبت اذا كان قادر او غير قادر على انه يعني يحقق نجاح في هذا المجال او لا. طبعا يعني اصريت وصممت وتمسكت بحقك في انك تصبح من هيئة التدريس بكلية التربية الموسيقية. ده عايز اقول لك ان انا دماغي وبتتقال عليا لحد اللحظة دي في الكلية، دكتور شادي ما يعرفش ابوه، دماغه انشف من الحجر. صعيدي. صعيدي حتى النخاع يعني، وافتخر كمان. طبعا اكيد طبعا.
كل مره هشتري شريطين. بالعكس الشريط بيبقى عليه كميه اغاني كبيره، حتى لو عليه اغنيه واحده بيبقى عليه حفله كامله لسيد مكاوي، وبيبقى تسجيل حقيقي وتسجيل كامل.